ممكن نعملها بشكل تاني. هنبتدي الورشة على طول ان شاء الله على بركة الواحدة من الوحدة السداسية بتاخد 72 خرزة، فانا ما عنديش خرز بصراحة يكفي، فانا هعملها لكم ايه على لونين بس. انا هوريكم الوحدة ازاي بتتعمل السداسية. احنا طبعا اشتغلناها كتير او عملناها كتير الحاجات دي، يعني الوحدة السداسية عارفين ان هي بنعملها من 6 خرزات الاول اهو، 2 4 6 خرزات. بتبقى دي مقاس 10، الخرز مقاس 10، عايزة تكبريها عن كده ممكن تكبريها عن كده، بتتحكمي انت في مقاس الخرز. ده مقاس 10، بستعمل مع خيط 70 أو 60 على حسب ما انت النوع. ده كان خرز مستورد، فممكن استعمل معاه خيط مقاس 70. المصري بنستعمل معاه 60. ادي ال6 خرزات اهم. بلف انا الخيط كده على ده اهي، وبرجع اهي، بتبقى عندي دي تحت هنا، وبرجع في الخرزة عشان اعمل العقدة بتاعت بعمل بقى على كل واحدة 6 على 1. يعني عندي خرزة اهو اهو، هعمل في اول واحدة خمس خرزات في اول واحدة اهو، وبسحب الخيط بتاعي اهي، احط الخيط في الخرزة اللي جنبها في الخرزة اللي جنبها. هعمل هنا 4 خرزات. بعد كده في كل واحدة هعمل 4 خرزات لغاية الخرزة الأخيرة هعمل 3 خرزات اهو. بصوا ال4 خرزات بحط، برجع الخيط في الخرزة دي اهي، وهسحب كده اهو، اكمل وارجع لكم. بصوا هنا بقى خلاص انا جيت على الاخر اهو. هعمل هنا، هدخل عشان اقفل السطر، هدخل في الخرزة دي والخرزة دي اهي كده، والخرزة دي اهي. هحط هنا 3 خرزات، بقفل السطر ب3 خرزات. وبرجع في الخرزة دي زي ما قلنا، بشد اهو، وبسحب الخيط التاني السطر اللي بعده هعمل 6 على 2 و6 على 1. ده اخر سطر. هي بتتكون من 3 ادوار، دور 6 خرزات، السطر اللي بعده 6 على 1، السطر اللي بعده 6 على 2 و6 على 1. ال6 على 2 للي هم عايزين يتعلموها بالظبط، اللي بتبقى تحتيها خرزة كده اهي، يبقى بنحط اهي اخر السطر اهو، هحط في الخرزة اللي جنبها
دي هعمل فيها 6×2. 6×2 يعني عندي خرزتين اهم اساس، احط عليهم 4 خرزات اهي. اللي بتبقى تحتها خرزة كده دي اسمها 6×2 اهي اهو. ونرجع كده اهي. دي كده اهي 6×2. هنا دي الزاوية اهي لوحدها اهي، ما تحتهاش حاجة، هتبقى 6×1. بنعملها 4 خرزات فيها. اللي عندي بقى اهي اساس خرزة اللي طالع اللي جاي منها الخيط كده، جنبها خرزة اللي احنا بندخل فيها الخيط، يبقى دي 6×1. يعني هحط 4 خرزات. هنا هحط 6×2 اهي في الخرزتين اللي تحتها خرزة اهي. يبقى عندي هنا كام خرزة؟ ادي الاتنين وواحدة، يبقى 3. عشان اقفلها دايرة سداسية بحط 3 خرزات. ونكمل بقية السطر وارجع لكم. الوحدة اهي على الاخر، دي كان 6×2. احنا ابتدينا 6×2، يبقى هنخلص على 6×1. 6×1 ده نهاية السطر، فعشان كده هدخل في الخرزة دي والخرزة دي عشان اقفل السطر بتاعي. انا بقى مش هدخل الخيط في الخرزة التانية، مش هدخله هنا. ليه؟ عشان انا عايزة اربط من هنا، فهحط هنا 3 خرزات اهو. تقفيل السطر بتاعي اهو. وبرجع في الخرزة دي كده عشان اقفل، وهربطها من هنا الخيط. دي الوحدة بتاعتي، وقلت لكم بنعمل 7 وحدات، 7. والوحدة التامنة اللي هو الغطا بدخل خيطي كده عادي اهو عشان اقفل شغلي بقى واقطع الخيط الزيادة. اهي بنعمل من دي 7، والتامنة بتبقى واحدة، بتبقى سطر اكبر شوية. هنا عشان تعرفي ان انت صح، هيكون عندك 3 سداسي، 4 سداسي، 5 سداسي، بعد كده 4، وبعد كده 3. يعني ايه اهي، عشان تعرفي ان انت شغلك صح. بتلاقي من هنا اهي 5، بتلاقي كده 5، بتلاقي 5. المهم ان النص ده بيبقى عندك 5 وحدات دواير سداسية. هنا عملت 7 اهو، 7 وحدات. ادي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. دول شبكتهم. هوريكم سبت واحدة ازاي هنشبكها من هنا الوحدتين مع بعض، وبعد كده بنشبك من هنا، وهوريكم بنكمل بقية التشبيك ازاي. عايزة بقى اشبك اهي دي مع دي. فانا عندي اهم خرزتين، واحط خرزة هنا وخرزة هنا اهي، خرزتين زي تشبيك المفرش السداسي يا جماعة. في مفرش سداسي نازل شرحه كتير على
اليوتيوب بصوا هنا هم دول 1 2 3 4، وبحط في الخرزة اللي هي الفردانية دي، الفردانية مش اللي تحتها خرزة اهي. يبقى عندي كده 5 خرزات، ادي 1 2 3 4 5. بقفل بخرزة. كل ده تشبيك عادي احنا عارفينه وتعاملنا معاه قبل كده في المفرش السداسي، وهتلاقوها الشرح بتاعها على اليوتيوب. بشبك بقى دي برضو مع دي، ماشيه تشبيك اهو عادي، كل ده عادي بشبك المفرشين مع بعض. دي كأنها زي وحدتين سداسي مفرش. يبقى هنا اهو ادي 1 2، ادي 1 2 3 4 5، وهعمل بخرزة كمان يبقى سداسي. اهي ابتدت بقى. بصوا هنا بقى بعمل برضو بشبك، يعني انا بشبك من هنا ومن هنا في السبعة اللي هي عاملة زي حرف في ده، او عاملة زي 7 اهي. اوصل للحتة دي واوريها لكم. بصوا بقى انا شبكت اهو، طبعا من تحت شبكت الست وحدات مع الوحدة اللي في النص دي اللي هي تبقى 7 وحدات. بعد كده بشبك الجناب اهي من هنا، بشبك الجناب وارجع. خلاص اهو الجنب اتشبك، هرجع اشبك دي في دي اهي. يعني ده كده هي بقى الشغل في الحتة دي بس، يعني هي حاجة صغيرة خالص. دي لما بلمهم على بعض كده بعملها رباعية عشان اعملها اهي. اهو بصوا هي دي كده اهي، هي الشغل في الحتة دي. ادي 3 خرزات اهم، هعمل هنا خرزة تبقى رباعية، يعني انا بشبك ده اهو عادي. خلاص بتجيني هنا اهي الوحدة بتبقى الفردانية. بعمل ايه اهي، بشبك ده كده بخرزة واحدة في الزاوية، يعني انا مشبكة كده عادي وكده عادي. لما هشبك بقى الاتنين اللي هم دول عشان تديني جنب واحد بس من هنا اهي. اهي بصوا دي 4 خرزات. بعد كده اهي عندي خرزتين اهي اهي وخرزتين هنا اهو. بحط في الخرزتين اللي هنا اللي تحتيهم حرف في اللي تحتيهم خرزة اهي.
وبحط في دول وبشتغل عادي، بشبك عادي. دي سداسية هي بس في الزاوية كده اهي. دي الرباعية بس هنا اهي في الزاوية دي اللي هي بعد ما شبكت الوحدة كده اهو، وبشبك من هنا. باجي بقى عشان اشبك الجنبين دول كمان هنا، دي بتبقى رباعية، وبعد كده بعمل السداسي وباجي هنا تقفيلة اهي. نمشي واحدة واحدة في الحتة دي بالذات. دي عملت الرباعية، دي سداسية اهي. وهعمل دي تاني سداسية معايا. هي مش صعب تشبيكها، بس انا عشان مش على عدلتي، لكن لما انت بتكوني قاعده بقى براحتك خلاص اهي. دي كده بقفلها سداسيه. طبعا بتشدي ايدك كويس خلاص. اخر واحده اخر جنب هنا اهي في اخر، يعني انت عملتي هنا رباعيه اهي، في الزاويه اللي فوق دي هتعملي رباعيه برضو. دي عشان هنعمل بقى بعد كده لما نعمل انا مش هدخل هنا عشان انا عايزه اربط هنا، انا مش هدخل الخيط هنا تاني، لا هعمل خرزه واقوم ضمه وربطه من الجنب التاني اهي. ادخلها من هنا اهي، يبقى عندي رباعيه هنا ورباعيه هنا في الزوايا. اربطها كويس. هتديني بوزة اهي من هنا، تدخليها كده، عايزة تخليها معاكي يعني. هي بص، هي كل الشغل في الزاوية دي والزاوية دي، يعني دي ودي. هنا ده شغل بنشبك عادي اهو، بشبك ده عادي كده القاعدة اهي، وبشبك من الجناب كده زي المفرش عادي. الجنب بقى ده عشان اشبك من هنا وكده اللي هي الزوايا دي، اشبك من هنا ده عادي، اشبك من هنا بقى. هي دي الشغل بتاعها، من هنا رباعية ومن هنا رباعية. نكمل وارجع.